واحد من الجماهير البارح قال لي يامال سير لعب لبلادك المغرب. وغير هادي يومين كان طرا داك البلان ضد المسلمين في الماتش ديال مصر واسبانيا. من بعد لاح لامين واحد البوست انستغرام وقال لهم باللي انا ما كنتش مقصود من داكشي قالوا الجماهير، ولكن في هذا الفيديو خونا جاب ليه التمام وحطوا امام امر الواقع. وكيف ما كتسمعوا واحد من الجماهير قال ليه واللي كتعني سير رجعت تلعب لبلادك، يعني تعيامات الحسن الاسبانيين الكابا في الاخير ما عمرهم ما غادي يعتبروك واحد منهم، واخا تزاد تما وتكبر معاهم غادي تسمى ديما تومورو. لامين اختار انه يحس بالعنصريه والتمييز في سبيل انه يحقق شي حوايج اللي كبر اللي ما غاديش يحققهم الا خسر المغرب. بزاف كيلوموا الركراكي حيت تضيعنا في اللعاب بحال لامين يامال، وشي وحدين كيقولوا ان الركراكي كان قال لي بلي غادي يلعب مع الفئات حتى يكون واجد يلعب مع الفريق الاول، ولكن من مورا الكواليس ماشي هادشي اللي كان. والد الركراكي جلس معاه وقدم ليه مشروع رياضي كبير اللي هو غادي يلعب مع المنتخب في كاس افريقيا 2025 وحتى مونديال 2030. ولكن لامين من بعد قال لي اسمح لي يا كوتش انا اختاريت اسبانيا وكنحس براسي اسباني وما عرفتش منين اسباني، واش من جبهته ولا ودنيه الله اعلم. ولكن السبب كان هو ان الاتحاد الاسباني عطاه وعود انه غادي يلعب مع المنتخب الاول ويلعب معاهم اليورو 2024، وهذا الشيء هو اللي خلاه يتخذ هذا القرار. وبكل صراحه كون اختار المغرب كان غادي يكون هو الوجه الاعلاني الاول للمشروع الجديد ديال الكره المغربيه، كان غادي يشكل مع اشرف حكيمي وابراهيم دياز جيل ذهبي، وكان غادي يلقى حب وشعبيه كبيره في المغرب. دابا واخا لامين تزاد وكبر في اسبانيا وكيلعب مع اسبانيا كيبقى ديما عزيز على المغاربه وكيحبوه كاملين وكيدعموه واخا ما اختارش البلاد ديال باه. في هذه الحياه تقدر تبدل اي حاجه كما بغات تكون الا الجنسيه كتبقى لك في العروق وفي الخلايا ديالك. لامين واخا كيبين دابا انه كلشي عادي، ولكن في الصراحه هو كيعيش ضغط رهيب وباقي في عمر صغير، خصوصا انه دابا المنتخب المغربي ولا واحد من افضل المنتخبات في العالم وما بقاش فرق كبير بينه وبين اسبانيا كما كان شحال هادي. لامين من بعد ممكن يحس بلي انه ما اختارش بلاصتو الحقيقيه واللي غيعطي فيها كل ما عنده بكل الحب، وهو في الداخل ديالو عارف انه واخا يدير لهم اللي دار كيبقى مهاجر لاعب لوحدين كيستغلوه. ونفترضوا كاع انه كاين فرق كبير في المستوى والتكوين ويكونوا عندك فرص اكثر باش انك تربح القاب اوروبيه وحتى تتوج بالكره الذهبيه اللي اصلا دابا ما بقات عندها قيمه، ولكن على الاقل مع منتخب بلادك المغرب غتربح صحتك النفسيه، غادي تحس بلي اللي محيطين بك من اللعابه والطاقم وحتى الجمهور بحالك عندهم نفس دمك ونفس لونك، وممكن انهم يتقلقوا ويتعصبوا عليك في شي ماتشات، ولكن ما عمرك ما غتسمع من عندهم العنصريه، والمغاربه ما عمرهم كانوا عنصريين. وكيف العاده الحكم الاخير كنخليه ليك، جاوبني في التعليق واش انت متفق معايا او لا. كان معكم خوكم صلاح، السلام عليكم. لامين يامال كيتعرض أكبر عنصرية. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. شوفوا معايا جماهير أتلتيكو مدريد، جماهير إسبانيا شنو كتقول لامين يامال. الصراحة الجماهير الإسبانية اللي درتي معاها غادي نكرو. لامين يامال في السن 16 جاب إسبانيا اليورو وديما كيقدم مستوى عالي للمنتخب الإسباني، ولكن في الآخر جماهير شنو دارت؟ هانتوما شنو كتقول له؟ أنت قبيح، اذهب إلى المغرب يا قبيح يا إفريقي، وديما كتعنصر عليه. ولامين يامال ماشي أول مرة كيتعرض للعنصرية، راه بزاف، لا من المنتخب الإسباني لا من الصحافة الإسبانية لا من الجماهير الإسبانية، ديما العنصرية. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وانا شحال هادي قلت لكم المغربي عمره ما غادي يكون اسباني، ديما غادي يجبدوا لك الماضي ديالك. لامين يامال غيرها، ما حدك باقي صغير، حيت الوطن غفور رحيم. وانت قول لي واش بغيتي لامين يامال يجي المنتخب ولا لا؟ والناس اللي كتقول مستحيل يمكن. نتوما واش ما كتحسبوش؟ نتوما واش ما كتمرقوش؟ واش بغيتو تخسرونا مع كلشي نتوما؟ وبزاف اصاحبي وضربتو كلشي، والجزائر، تونس، مصر، دابا ليبيا، وضربتو داكشي كامل، شمال افريقيا كامله ضربتوها. باقيين نضربوا. نتوما بغيتو تحقدوا فينا العالم كامل، نتوما تكيسوا على الجيران، حسوا راه جيراننا هادو راه جيراننا، راه بهدلتوهم. ديتو كاس شمال افريقيا وتاهلتو نتوما الاولين وبالعلامه الكامله وضاربين كلشي. اسكت انت حسومه. برافو الرجال، انتم راه ما كاين. شوف تبارك الله، شوف ضربنا ليبيا ب3-1، العلامه الكامله، الماتشات كاملين ربحناهم. ضربنا، شوف دويره وحده ضربنا المغرب العربي كامل، خرجناه كامل صافي. حتى موريتانيا ما كانتش معنا في هذه البطوله. سالينا الاخوان، تبارك الله على الدراري، داروا اون غرو ماتش، ربحوا 3-1 مزيانه. هادشي اللي خصنا حنا، كيف ما قال لهم السي القجع، خاصو اللي عندنا في لاديان ديما الكاس ماشي المشاركه. خلوهم هما يبقاو ديما مديرين امارش الطياره مزيان، تبارك الله عليهم. تحياتي، هذا المنتخب غنشوفوه في المستقبل غيكون مزيان، تبارك الله عليهم، تبارك الله عليهم، تبارك الله عليهم.
متابعه وكاينه الجديد الاخوان. 1.5 مليون مبروك. المنتخب المغربي 4 مباريات ب4 انتصارات. منتخب المغرب تحت 17 سنة بيفوز على ليبيا، ويضيف المنتخب الليبي لقائمة المنتخبات اللي بيفوز عليها في بطولة شمال افريقيا تحت 17 سنة. وده خلاص هو بعد ما كمان توج بهذه البطولة يعني المنتخب المغربي، بيزين تتويجه ده بان هو يفوز على المنتخب الليبي 4 مباريات ب4 انتصارات. بطولة مهمة جدا لجيل واعد وجيل صاعد لكرة القدم المغربية. ان شاء الله بإذن الله هؤلاء الشباب هم اللي هيرفعوا راية المغرب بعد كده في البطولات المستقبلية بإذن الله، كحاملي راية المغرب وقميص المنتخب المغربي في منافسات عالمية جاية ان شاء الله. مبروك للمنتخب المغربي هذا الفوز وهذا التتويج المستحق، عشان ما حدش يقول لك لقجع لقجع لقجع. مبروك، لانه كل الاعمار السنيه بسم الله ما شاء الله اللهم لا تقواس اللهم لا تقواس، كل الاعمار السنيه للمنتخبات المغربيه بتتفوق. اكيد ده مش من فراغ، اكيد ده بسبب مجهود وشغل بيتعمل. ديما مغرب وبزاف عليهم المغرب.